بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة اول يوم في السنة الجديدة. مش عارفة بقى الفيديو ده هينزل امتى. انا عملت الحاجة الحلوة دي امبارح، والنهاردة بقى سجلته كده وظبطت الفيديو عشان ان شاء الله ينزل لكم وتشوفوا بقى. انا عملت دي هريسة محشية، حشوة حلوة قوي قوي قوي، بسيطة خالص. وهي الهريسة نفسها كمان بسيطة خالص، حلوة بجد. الحشوة بتاعتها تحفة. ممكن تحشيها زي ما انا هحشيها، ممكن تحشيها مكسرات، ممكن تحشيها قشطه لو حابه. الحشوه اللي تعجبك اعمليها. انا عملت لهم التحليه الحلوه دي امبارح في راس السنه. مش احتفال والله يا جماعه براس السنه ولا حاجه، بس هو احتفال ان احنا داخلين على سنه خلصت وسنه جديده ان شاء الله جايه. فعملت حاجه حلوه كده، بدل ما اشتري من بره بقى. الحاجات دي سعرها فظيع بره. فانا عملت لهم الهريسه دي. هتشوفوا المكونات دلوقتي، مفيش اي حاجه. هتعجبكم قوي قوي ان شاء الله. بجد لازم تجربوها. اللي ما جربش الهريسه المحشيه دي فايته كتير قوي بجد. وشكلها ولونها وطعمها، وعايزه اقول لكم ريحتها وهم يعني. لازم تشوفوا كده الفيديو ان شاء الله وتجربوها. لازم هتعجبكم، انا متاكده من كده. انا قلت لازم كتير، صح؟ يلا بقى، لو حابين نشوف الفيديو بتاعنا النهارده عملنا الهريسه دي ازاي، هتعجبكم قوي انا متاكده يعني. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كده كل جديد احنا بنعمله. وما تبخلوش علينا باللايك. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم، هتلاقوه حلو قوي قوي، مكوناته بسيطه خالص. هو الفيديو نفسه كمان مش طويل قوي. بصوا شكل الهريسه عامل ازاي. الحشو جوه بقى عايزه اقول لكم تحفه. هي الهريسه كلها بجد حلوه. بتبقى حلوه كده مع بين الوجبات كده، مع كوبايه الشاي، حاجه وهم يعني. يلا بينا بقى، تعالوا كده نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبتدي كده عشان نشوف عملنا الحاجه الحلوه بتاعتنا دي النهارده ازاي. اول حاجه هنجهزها معايا الشربات بتاع الهريسه، عباره عن كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين من الميه. بس كده، ما بنعملش اي حاجه، بس هم زي ما هم كده بحطهم على النار يغلوا 6 دقايق. احط عصير نص ليمونه واسيبهم كمان دقيقتين. للهريسه نفسها معايا ايه؟ معايا نص كيلو من دقيق السميط او دقيق البسبوسه، يبقى دقيق وسط. ودي كوبايه كده من جوز الهند، عليها كوبايه الا ربع من الدقيق الابيض بتاعنا طبعا منخوله كويس، ومعلقه صغيره من الفانيليا او 2 باكت فانيليا اللي تقدري تحطيه بقى يعني، ورشه ملح صغيره خالص بطرف المعلقه كده. دي كده المواد الجافه. بصوا بقى البساطه. كوبايه جوز هند، كوبايه الا ربع دقيق، نص كيلو دقيق بتاع البسبوسه، و2 باكت فانيليا، بس كده. هنقلب بقى دول كويس قوي 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 كده، وطبعا يبقوا منخولين الاتنين، تبقي نخلاهم كويس. وبعد كده هنعمل ايه؟ معايا كوبايه سكر، عليها كوبايه الا ربع لبن. وده مش عارفه والله نسيت ده إيه، بس بالتالي ده كان فانيليا. فانيليا برضه وبعد كده حطيت نص كوبايه سمنه، وعليها معلقتين من العسل اللي احنا عملناه، او عسل نحل اللي موجود عندك. العسل اللي هو الشربات اللي احنا عملناه، تقدري تاخدي منه معلقتين كده، او تحطي عسل ابيض اللي موجود عندك. هنقلبهم بقى كويس قوي 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 كده، وندوبهم كويس عشان السكر يدوب. وبعد كده نحطهم على النار يبصوا ما يغلوش، يدفوا يعني المواد كده السايله دي تفك مع بعض كده شويه. انا مش عايزاهم يغلوا خالص. تمام كده. هناخدهم بقى نحطهم على المكونات الجافه اللي احنا عملناها مع بعض، ونقلبهم كده بس زي ما انتم شايفين. طبعا مش بنعجن خالص، لو عجنتي الهريسه بتاعتك هتنشف. فاحنا مش هنعجن. بصوا احنا بنلم كده يعني، بندخل المواد كده جوه بعضها بس، انما ما فيش عجن خالص يعني. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي. ما تعجنيش يعني. بصوا انا بخبطها كده بس في بعض، انما مش بنعجن خالص. معلش انا اسفه انا اسفه. اللي احنا حطيناه على الخليط دوت، الدقيق مش فانيليا. اللي في الاول خالص ده مش فانيليا، ده معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر. اللي كان في الخليط السائل ده فانيليا. تمام. انا اسفه والله، انا مش بس الدنيا اتلخبطت في دماغي شويه. بعدين هحط معلقه كبيره من السمنه في الصينيه اللي انا هحط فيها البسبوسه، وهقسم بقى الخليط بتاعنا كده نصين زي ما انتم شايفين. هاخد نصه بقى كده بالراحه عشان نفرده في الصينيه. هقول لكم تاني المعلومات عشان ما نتلخبطش. بس بنفرد كده بالراحه كده زي ما انتم شايفين في الصينيه.
اللي زي ما قلت لكم، اللي كان في الاول انا هنا بليت بس ايدي ميه لان طبعا فيها عسل فبتلزق شويه. اللي كان في الاول مع المكونات الجافه في الاول ده مش فانيليا، ده معلقه صغيره ممسوحه من البيك او صغيره وخلاص، معلقه من البيكنج باودر صغيره. اللي كان في الخليط السائل اللي هو السمنه واللبن والحاجات دي ده فانيليا. تمام كده. فردنا بقى البسبوسه، الخليط بتاع البسبوسه كده نصين، فردته وعملت له طرف طبعا. واحنا بنفرد الحشوه هتبقى ايه معايا؟ سوداني وزبيب وجوز هند. طبعا جوز هند هنا وسط، لو عندك بقى جوز هند شرايح هيبقى احلى واحلى. انا بصراحه ما كانش عندي، بس انا دايما بعملها بالجوز هند اللي هو الشرايح، بحطه في النص كده بين الطبقات بيبقى تحفه. هناخد بقى الحشوه القمر بتاعتنا دي ونفردها كده جوه الصينيه. لو وصلتوا بقى لحد هنا ما تنسوش تعملوا اللايك، ولو عجبكم الفيديو يا ريت يا ريت اللي مش مشترك كمان يا ريت يشترك. بعدين فردت بقى الحشوه كده بالراحه زي ما انتم شايفين، ما بنطلعهاش يعني للاخر الصينيه، احنا عاملين طرف وكل حاجه بس برضو ما توصلهاش للاخر عشان ما تتحرقش معاكي جوه الفرن. هناخد بقى الطبقه التانية او النص التاني كده من الهريسه. بصوا بقى الفرد يبقى كده بالراحه زي ما انتم شايفين، اي شكل، المهم ان انت تفردي كده في كل، مش لسه مش هنفرد حاجه، بنملى كده الصينيه بالعجينه من فوق، عشان عارفه ان في ناس هتقول طب هنفرد التانية ازاي، هي بتبقى بتلزق كده شويه. بالراحه كده اي شكل كده، وبعدين هقولك هنسويها ازاي برضو. حلو كده. بعدين برضو الطبق اللي كنا بلين منه ايدينا ميه كده خفيف، هنبل ايدنا بس كده يا دوب مره واحده او مرتين بس، نفرد بيها بالراحه خالص كده، هتتفرد بقى معاكي بكل سهوله. والله العظيم سهله قوي قوي، ومكوناتها بسيطه خالص ما فيهاش اي حاجه، بس طعمها وريحتها، العجينه نفسها دلوقتي واحنا بنعملها بجد كانت ريحتها تحفه. طبعا ريحه جوز الهند مع الفانيليا مع حته السمنه كده، نص كوبايه سمنه، يا ريت يا ريت يعني يبقى سمنه بقري او زبده. انا مش عارفه، لا بلاش زبده، انا ما جربتش الزبده، خلينا في نص كوبايه سمنه بقري او سمنه عاديه بقى لو مش موجوده عندك سمنه بقري او بلدي. بس انا دايما بفضل السمنه البقري في الحلويات بتبقى حلوه قوي قوي. بصي بقى بنفرد كده وبنقفل كده كويس قوي. بصي يا دوب مره واحده كده بس نبل ايدينا ونظبط كده الوش. طبعا الهريسه مش بتتقطع قبل ما تدخل الفرن، احنا بنظبطها بس كده الاول، ما بتقطعهاش زي ما بنقطع البسبوسه والحجازيه والحاجات دي، لا. بصوا سهله خالص، الموضوع سهل خالص خالص. قبل ما تدخليها الفرن كده تخبطيها بقى خبطتين كده كويس قوي، وبعدين هندخلها الفرن في نص الفرن. طلعت حلوه كده زي ما انتم شايفين. وبعدين الشربات التقيل بتاعنا بقى كده بيبقى بارد طبعا. الصوت بقى هنا حلو قوي قوي قوي، احلى حاجه بحبها دي تبقى طالعه من الفرن والشربات كده ينزل على الهريسه او الكنافه او البسبوسه، بيبقى صوتها حلو قوي. هنعمل ايه؟ خلصنا كده هنغطيها بقى ونسيبها. انا بصراحه هنا غطيتها وسبتها يعني حوالي 6 ساعات 7 ساعات، هو ممكن بعد ساعه تشتغلي منها وتاكليها عادي خالص. انا هنا بقى سبتها، انا عملتها في الغدا وقلت ايه نحلي بيها بقى بالليل كده على العشاء، ابقى عملت لهم حاجه حلوه وما يقولوش نشتري حاجه من بره. بصوا بتطلع بكل سهوله مفيش اي حاجه والله، بتقطعيها بقى انت التقطيعه اللي تعجبك، وبعد كده بطلعها كده زي الفل اهي. حلوه قوي قوي، هتعجبك قوي وهتعجب كل اللي هياكلها. السكر بتاعها حلو قوي وطعمها حلو، الحشوه بقى بجد تحفه. هنا كان بقى لها حوالي 6 ساعات 8 ساعات كمان يمكن والله. كل بقى ما تقعديها كل ما هتبقى زي الفل معاكي. وكمان لو بتحبيها وهي سخنه بقى براحتك خالص يعني. بس انا كرأيي غطيها، غطي الصينيه وسيبيها ساعه كامله وابتدي كلي منها هتبقى زي الفل. اتمنى بقى الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك، واللي مش مشترك عندي في القناه يا ريت يشترك. وشكرا ليكم.